ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم محبي وعشاق مسلسل الفيلم الرات الحلقة 200. تبدأ الحلقة. أم طلال تطلب من مشاعل رقم عنوان طرف بأي طريقة، وتقول أم طلال لمشاعل: ابني طلع من البيت ولا أدري أين راح، لازم أوصل لطرف. مشاعل تحدث مع زيد وتقول: هل أنت راض عما حدث؟ فيرد زيد: تستاهلين، وادعي ربك طلال يرجع للبيت بسرعة. حور تطلب من شهد أخذ جوازات السفر وإعادتهم لهبة، أن تعتذر منهم لأنها حاولت ولكن للأسف لم تتمكن من مساعدتهم. وقالت حور لشهد أنهم حاولوا من قبل وإنهم يعلمون أن مشكلة التأشيرة جد صعبة في هذه الفترة، وصدقيني ما راح يلومونك. زيد يتم مع والدته يقول لها: لا تزال يومان فقط ويعود أخي طلال. الجدة مزنة تتحدث إلى سراب وهبة وتقول لهم أنها تعلم أنهم متضايقين من مشكلة تصاريح السفر، وأن فهد مهتم بالموضوع ولن يرتاح حتى يجلب لهم التأشيرة. ويقول الجدة: شكرا ما قصر، وقولي لفهد أن يعيد لنا جوازات السفر. ويترك الجدة ويرحل. وتسأل الجدة هبة عن سراب وتقول لها: أخوك مش طبيعي. سحر تسأل حور عن سبب غياب طلال وأنها تتصل به ولا يجيب، وتسألها هل صحيح ترك البيت، فتترجاها حور أن تخبرها بما يجري. فقالت لها حور: طرف جاءت اليوم للشركة وفضحت طلال أمام الجميع، ويوسف طرده من الشركة. ديما تحكي لابنة أختها عن سرها وكيف دخلت لحياة ماجد وما الهدف من ذلك، ولكنها أحبت ماجد بصدق وطلبت منها ابنة أختها أن تصارح ماجد بكل شيء. جويرية تطلب من سحر أن تعرف ما هو سر يوسف وبالخصوص الصورة، بحيث طلبت من سحر أن تعرف من يوسف من هي الفتاة صاحبة الصورة. سراب يسأل هبة ما كانت هي من اتصلت بالجد، فترد هبة: لا أكيد فهد هو من طلب منها ذلك. فقال سراب لهبة: مستحيل يا أخي أن أمد يديك يوما ما. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.